خير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. ايه رأيكم النهاردة؟ تعالوا نفرز البطاطس بطريقة اقتصادية، بطريقة كمان صحية، مش هتاخد مننا اي نقطة زيت. البطاطس من الحاجات اللي ما بنقدرش نستغنى عنها. انا كنت خزنت السنة اللي فاتت البطاطس معاكم بقشرها. وطبعا انا ما بستغناش عن الطريقه بتاعت البطاطس قشرها دي. بتقعد معايا فتره طويله، بس الصراحه هي بتخلص قبل ما بتكمل السنه، يعني بتقعد 7 8 شهور كده. يا دوبك خلصت وراحت البطاطس غليت. زي ما كانت غاليه البطاطس قبل ما تطلع البطاطس الجديده. فالسنه دي ان شاء الله هخزن حبه اكتر باذن الله. اما البطاطس دي هنعملها بطاطس المقليه الجاهزه اللي بنجيبها كلنا من بره، وكل الولاد بيحبوها ومحدش يقدر يستغنى عنها برضو. بس دي هتبقى تحت الطلب، يعني تحت ايدي على طول. لكن لما بتخلص انا بقشر من اللي انا مخزناها بقشرها، وبعمل برضك نفس الطريقه دي. يعني ديت بتسهل الامور. يلا بس بينا نبتدي نشوف هنخزنها ازاي. بس يلا حبيبتي حطي لي لايك جميل منك، ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكك. ويلا بينا نبتدي على طول. انا معايا هنا بطاطس، جبت بطاطس من عند الراجل طبعا. جيت غسلتها. اهم حاجه تسالي الراجل ان البطاطس دي تكون بتاعه تحمير. لو انت شاكه فيها تقدري تحمري واحده وتشوفيها بتاعه تحمير. بس هي البطاطس اللي في السوق كلها دلوقتي تقريبا يعني بتاعه تحمير، لانه دوت الوقت بتاعها والاوان بتاعها يعني. وبعد كده تغسليها بقى، تحطيها في الحوض تغسليها غسله حلوه، تطلعي منها كل الطينه اللي فيها، وتقشريها تقشيره حلوه بردك كده وتنضفيها. وبعد كده تقطعيها. انا ما رضيتش اطول الفيديو واجيب لكم كل ده. وتقطعيها تقطيعه تكون سميكه شويه كده، يعني مش عايزاها تقطيعه رفيعه. ليه بقى مش عايزاها تقطيعه رفيعه؟ ليه بقى مش عايزاها تقطيعه رفيعه؟ عشان خاطر ما تنشفش مننا بعد كده واحنا بنقليها. لما نطلعها يعني من الفريزر. يلا بينا. أنا كده اما تقطعيها تغسليها وتقشريها تحطي في ميه. لما تيجي تقطعيها بردك تحطي في ميه عشان ما تتاكسدش منك وتسود. ضروري حكايه الميه دي يا جماعه، ما تغفلوش عنها. يلا بينا بقى على البوتاجاز، انا حاطه ميه تسخن. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في البطاطس الجميله دي. بصوا حبايبي، الميه لازم تكون بتغلي كده. ما ينفعش تحطي بطاطس والميه بارده، يعني مش بتغلي. لازم البطاطس تتحط على ميه بتغلي. هاخد كده البطاطس وهنزل بيها طبعا. الميه هتبطل تغلي، مش هتغلي يعني، درجه حرارتها هتقل اهو كده. حطي الكميه اللي بس لازم تكون الميه مغطيه البطاطس. حطي الكميه اللي تغطيها الميه بتاعتك اهو كده. لازم بقى الميه تغلي، يعني لازم تديها غلوتين كده، يعني ان هي تاخد نص تسويه. خلي بالك لو الميه ما غليتش عليها وطلعتيها كده البطاطس هتبوظ منك وهتسود، مش هينفع تخزنيها. هي كده هتاخد غلوه. هرجع لكم بعد ما تاخد غلوه عشان ما اطولش عليكم، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا حبايبي، انا حطيت البطاطس وهي بتغلي الميه زي ما شفنا. ودلوقتي الميه بتغلي اهي برضو. اهي يا رب تكون باينه عندكم، اهي بتغلي. عشان اقدر اطلع البطاطس لازم البطاطس تكون متغطيه كده في الميه، يعني كلها متغطيه بالميه. تعرفي منين البطاطس استوت؟ بصي الفرق بين البطاطس المستويه والبطاطس النيه اهو. بصي الفرق، مستويه باين عليها ان هي استوت، لكن مش بتتهرس في ايديكي طبعا، هي واخده نص تسويه بس. كده انا خلاص كده حاطه جنب مني حبه ميه ساقعين عاديين من الحنفيه عشان اوقف عمليه التسويه بتاعتها، ما تستويش اكتر من كده. لو عندك ميه ساقعه من التلاجة حطي، لو ما عندكيش ميه حطي ميه من الحنفيه هي لوحدها نازله ساقعه. بصوا خدت الغلوه اللي انا عاوزاها كده، غلوتين يعني. تاخد من 3 دقايق 4 دقايق كده تغلي. بعد الغليان تحسبي لها يعني كده عشان ما تبص منك. طبعا لو عندك حله اكبر من دي هتحطيهم كلهم مره واحده، يعني هتخلصي غيط بحاله من غير ما ياخد منك وقت. طبعا الطريقه ديت احسن بكتير من الطريقه اللي احنا كنا بنديها نص تحميره دي، عاوزه زيت كتير، وكمان كانت يعني بتهدر معانا زيت. انما الطريقه دي هي يعني في منتهى الجمال، جربيها هتعجبك جدا. بصوا انا اتكلمت معاكم شويه عشان اديها وقت كمان تغلي. غلوه كمان، هي كانت لسه قايمه يعني تغلي لما انا صورت معاكم. بصوا اهي كده هي اهي. هنزل بقى بيها في الميه الساقعه علشان ميه من الحنفيه
بس ساقعه اهو. هنزل بيها بقى كده كلها اطلعها اهو. وبعد كده هطلعها على مصفى تصفي الميه بتاعتها شويه. وبعد كده هوريكم هنحطها على ايه، علشان عايزين نتخلص من الميه خالص. خلي بالكم اي حاجه بنفرزها لازم نتخلص من الميه اللي فيها تماما. الميه بتربي تلج، والتلج بيهري الحاجه. اي حاجه تفرزيها لازم تتخلصي من الميه اللي فيها تماما. هطلع كل الكميه كده بتاعه البطاطس اللي معايا دي. انا خلصت كميه البطاطس كلها وجبتها فرشتها على قماشه نظيفه وهنشفها تماما من الميه. لازم يا جماعه ننشفها من الميه، لان الميه بتخليها تنشف معانا في الزيت وتشرب زيت كمان واحنا بنقليها كده. هسيبها بقى كده 5 دقايق تشرب الميه بتاعتها كل القماشه دي، وبعد كده نرجع نشوف هنخزنها ازاي. برضو هي كده نشفت من الميه تماما، شربتها القماشه اهو. هجيب بقى طبق نضيف يكون غويط، ونرجع نشوف هنعمل ايه فيها بقى البطاطس الجميله دي. ممكن تسيبيها ساعه، ممكن تسيبيها ساعتين، المهم ان هي تنشف من الميه خالص وتحسي ان هي ما فيهاش ميه في ايديكي منها. بصوا دي نص الكميه. انا هجيب بس حوالي معلقتين 3 زيت، وهغلف بيها كميه البطاطس دي عشان لما تتعبى في اكياس ما تمسكش في بعضها. بصوا بالراحه كده اهي. لازم تتاكدي ان كلها اتغلفت بالزيت. بصي كلها اتغلفت الزيت بالزيت. هجيب بقى الكميه التانية واحطها عليها، وهملاهم برضو كلهم زيت تاني، يعني حوالي معلقتين تاني زيت. اهو يا حبايبي انا حطيت لها زيت تاني اهو انا حطيت زيت تاني. هبتدي اغلف بقى الحبه اللي فوق الجداد دول اهو، يبقى كلهم متغلفين زيت. عايزه بقى تعبيهم في اكياس عبيهم، عايزه تعبيهم في علب عبيهم. المهم انا بحس ان الكياس ما بتاخدش مكان في الفريزر. هعبيهم بقى كده يعني حبه حبه كده على قد الاستعمال بتاعي، وارجع اوريكم هم عملوا معايا قد ايه. لو غيط بطاطس او جبل بطاطس هتخلصيه في ثانيه، يعني مش هياخد منك وقت خالص بالطريقه دي. بصوا يا حبايبي الكميه بتاعت البطاطس اهي. انا طبعا خليت حبه هحمرهم دلوقتي، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو. طريقه جميله لتخزين البطاطس، جربوها وهي تبقى حاجه سريعه تحت ايديكم، بسرعه بسرعه تطلعوها. مفيش حد بيستغنى عنها، لا الكبير ولا الصغير، مع برجر مع شاورما مع اي حاجه بتنفع الصراحه. يا رب تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم. ما تنسيش تخليها تغلي، ضروري تاخد غلوه على النار، يعني تشوفي الميه بتغلي معاكي مره، يعني غلوه واحده بس. يا دوبك تشوفي الميه بتغلي وتروحي بعد كده واخداها مبرده عليها على طول. كانت معاكم قناه حلو وحادق مع المساء. يا رب تجربوا الطريقه وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، يعني تدوسوا على جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد مننا. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.